السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في اليوم واحد غريبه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كتجي رائعه وزوينه. كنتمنى تجربوها معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم وتربحكم وتعجبكم. عندي هنايا ربعه ديال الزبده، عندي 3 ديال الفرماجات، عندي قرصه ديال الملح، عندي كاس ديال السكر سنيده اللي هي رقيقه. الا ما كانش سنيده رقيقه كنصحكم ديروا سكر كلاصي. عندي هاد سميتو كان مهم كنمعس هكا الزبده. نعطيكم انا كنخدم ولا كنعطيكم المقادير. كنعس بدا مزيانه هكا وداك الفرماج مع سنيده حتى كيوليو لي طوماط. كندير هنايا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، هي خدمه لي دغيا دغيا. في هاد الغريبه هذه كنصحكم ديروا زبده ديال العلب، ما ديروش المارغرين كتعذب شويه تمشي في هاد الغريبه هذه وما كتجيش زوينه. بالاحسن زبده ديال العلب ولا زبده ديال الاكل. كنديروا كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص ديال الزيت، ربعه ديال الزبده، 3 ديال الفرماجات عاديين، قبيصه ديال الملح. كنعسو نخدمو هكا مزيان. الغريبه راه كتجي معمره، كتجي غزاله. كنخدمو هكا مزيان الزبده مع الفرماج مع السنيده مع داك الزيت. مزيان. انا فاش كنديرو الطحين راه ميمكنناش نخدمو هكايا باش ما توليش تطلق لنا العجينه من بعد الزيت. هذه ما فيهاش البيض، راه دغيا كتطلق الزيت الا بقيتي تعجنيها بزاف. كنخدموها هكا مزيان. عندنا خماره مع الطحين، كنضيفو الطحين شويه بشويه ندخلوه. وهنا من بعد ما جمعت لنا العجينه، نسيت ما قلتلكمش قبيله فاش ضفت الطحين راه ضفت معاه كاس ديال المايزينا. كندير كاس المايزينا هو الاول، عاد كنضيف الطحين دائما ما كنقولوش العبار ديال الطحين نيشان، لان قلت لك كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. كتجي العجينه على هاد المنوال هذا، ما كتكونش خفيفه وما كتكونش قاصحه باش كنشكلوها كما بغينا. عندي هنا باش غنعمر، عندي هنايا شويه ديال اللوز مهرمش، عندي هنا باستا، عندي هنايا فيوتينغ، عندي هنا شويه ديال الكركاع اللي كنجمعهم بنيسلي كراميل او نيسلي عادي ماشي مشكل. فهمتي؟ حتى الا ما توفر لكمش هاد المقادير هذه كيمكن لكم تعمروها غير بطريفه ديال الشكلاط. غنجمع وغنعمر ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنخلط هادشي وغنعمرها ونرجع معكم ان شاء الله. هذه هي التعليكه ديالنا، راني بديت الخدمه. هي التعليكه ديالنا اللي خلطنا قبيله، اللي درنا فيها داك اللوز مهرمش، شويه الكركاع، الباستا، شويه ديال الفيوتينغ، خلطناها بنيسلي كراميل. هي هذه. والعجينه ديالنا ها هي، شوف كي كتجي رطبه كتجي غزاله. كنديرو قياس كبيره صغيره هكا بين يدينا، كنحفرها هكا، كندير شويه ديال هاد التعميره. راه قلت لكم قبيله اللي ما توفرلوش هاد العناصر باش يعمر يدير غير شكلاط طريفات، راه كيجي فيها رائع. اللي كيتوفر له الشكلاط الغيش يديرو، واللي ما كيتوفرلوش الشكلاط الغيش يدير لنا غير الشكلاط العادي، يقطعوا طريفات صغار. فهمتي؟ العجينه كتجي غزاله بهاد التعميره، عاوتاني كتجي رائعه. انا قلت لكم قبيله العجينه عندي 4 ديال الزبده، عندي 3 ديال الفرماجات، عندي كاس ديال السنيده. الا ما كانش كاس سنيده كندير، الا كانت سنيده غليظه كنديروا السكر كلاصي. عندي كاس ونص ديال الزيت، كما قلنا 3 ديال الفرماجات، قبيصه ديال الملح، صافي. الطحين كنديروا كاس د مايزينا. فاش راه قبيله راه قلت لكم مشى لي في التصوير، كندير كاس د مايزينا والطحين. الطحين دائما ما كنعطيوش العبر ديال الطحين نيشان. انا ضد ديك الفكره ديال تعطي القياس ديال الطحين، لان كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. شحال من مره كنعطيو القياس احنا براسنا. دابا كتخدمي بالطحين، هاد المره كتعطيك كياخذ القياس، مره اخرى كياخذ القياس اخر، لانه واخا نفس الماركه ديال الطحين، كل مره كيخرج.
نتمنى تجربوا معايا هاد الغريبه، راه كتجي غزاله ومع العناصر الاخرى ديال التزيين حتى هي راه كتبقى رائعه. يلا صايب بشويه هكايا. هانتوما كي كتجي ما كبيراش صغيره حيت غتكبر حيت فيها خماره. نطيبوها ونرجعوا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا كندوزوها في الشكلاط الابيض، كندوزوها في الكنافه. بهذه الطريقه في الكنافه. هاد الصبيعات غندوزهم باش نوريكم اقتراح حتى الا ما كانتش متوفره الكنافه. بالنسبه قلت لكم قبيله ما كانش متوفر داكشي باش كنعمرو، كيمكننا نديروها نعمروها بالشكلاط. كما الا ما كانتش الكنافه كيمكن لك دوزها في الشكلاط ودوزها هكا في الفيرميسيل كحله، حتى هي كتجي هكا رائعه، كتجي زوينه. الغريبه ديالنا ها العبار ديالنا شحال حطينا، كيحطوا واحد الكميه وفيره بزاف. غنحل معكم وحده شوفوها معايا كيف جات. هانتوما شوفوا كي كتجي هشيشه مقرمله وهشيشه في نفس الوقت، كتجي غزاله. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وترافقكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، تجربوها معنا.